عارف، لو خرجنا بره الأرض ورحنا نتفرج على الفضاء الواسع هتلاحظ حاجة غريبة وعجيبة جدا. معظم الكواكب، النجوم، وحتى الأجرام السماوية التانية شكلها كروي. ليه؟ ليه مش مربعة أو شكلها غريب؟ في الفيديو ده هنغوص مع بعض في سر شكل الأجرام السماوية الكروية. هنعرف إزاي الجاذبية بتلعب دور عملاق، وليه الكرة هي الشكل الأمثل في الفضاء. والغريب إن السبب وراء الشكل ده مرتبط بحاجة بتحصل جوه كل جسم من دول. حضر نفسك لرحلة ممتعة هتغير نظرتك للكون كله. يلا بينا نبدأ. تعريف شكل الأجسام في الفضاء. بداية، شكل الأجسام في الفضاء بيعتمد على عدة عوامل فيزيائية، وأهمها الجاذبية، القوة الداخلية للأجسام نفسها، الطاقة الحرارية، والدوران. شكل الكرة في الطبيعة هو الشكل الذي يمكنه توزيع القوة بالتساوي على كل نقطة على سطحه. الكرة شكل هندسي مثالي له أقل مساحة سطح بالنسبة للحجم، وهذا هو سبب انتشارها في الأجرام السماوية الكبيرة. قوة الجاذبية وأثرها على الأجسام السماوية. الجاذبية هي القوة التي تجذب الأجسام نحو مركزها. لما يكون جسم كبير زي كوكب أو نجم، الجاذبية بتشد كل جزء فيه تجاه المركز. النتيجة توزيع متساوي للضغط والقوة على السطح يؤدي إلى شكل كروي. مثال عملي، لو عندنا كتلة كبيرة من المواد الفضائية، الجاذبية هتجذب كل جزء ناحية المركز. مع الوقت المواد دي بتتماسك على شكل كرة. الفرق بين الأجسام الصغيرة والكبيرة: الأجسام الصغيرة زي الكويكبات أو المذنبات ممكن يكون لها أشكال غير منتظمة لأن جاذبيتها ضعيفة. الأجسام الكبيرة زي الكواكب والنجوم قوتها الجاذبية بتغلب على أي شكل غير منتظم وتخليها كروية. التوازن الهيدروستاتيكي، هيدروستاتيك إكويليبريوم، المصطلح العلمي اللي يفسر لماذا الأجرام الكبيرة بتكون كروية، هو التوازن الهيدروستاتيكي. يعني إيه؟ هو حالة توازن بين قوة الجاذبية اللي بتشد الجسم للداخل وقوة الضغط الداخلية اللي بتحاول تدفع للخارج. في النجوم والكواكب، الضغط الناتج عن الغازات الساخنة والمواد في الداخل بيخلق ضغط معاكس للجاذبية، وده بيخلي الجسم مستقر على شكل كرة. لو لم يكن هذا التوازن، الجسم كان ممكن ينهار أو ينفجر. تأثير الدوران على شكل الأجرام السماوية: مش كل الأجسام في الفضاء كروية تماماً، في فرق بسيط في الشكل بسبب الدوران. الأجسام اللي بتدور بسرعة زي الأرض بتكون كروية مفلطحة عند القطبين ومنبسطة عند خط الاستواء. السبب قوة الطرد المركزي الناتجة عن الدوران بتدفع المادة بعيداً عند خط الاستواء. مثال: الأرض قطرها عند خط الاستواء أكبر بحوالي 43 كيلومتراً من قطرها عند القطبين. لماذا الأجسام الصغيرة غير كروية؟ الأجسام الصغيرة زي الكويكبات، المذنبات، وأحياناً الأقمار الصغيرة ما بتكونش كروية. السبب قوة الجاذبية عندهم ضعيفة جداً مقارنة مع القوى الأخرى زي التماسك الكيميائي وصلابة الصخور. قوة الجاذبية الصغيرة مش بتقدر تعدل شكل الجسم لحد ما يصبح كروي. مثلاً نلاحظ أن الكويكبات غالباً ما تكون لها أشكال غير منتظمة وحادة. كيف تتشكل الأشكال الكروية في المراحل المختلفة للكون؟ في بداية تكوين الكون كانت المادة متجمعة في سحب غازية ضخمة. بفعل الجاذبية السحب دي انهارت وبدأت تتجمع على شكل كرات في معظم الأحيان. النجوم والكواكب تشكلت من هذه السحب الكروية. لو فكرنا في الثقوب السوداء، أيضا شكلها الكروي ناتج عن الجاذبية الهائلة التي تضغط المادة نحو المركز. أهمية الشكل الكروي للأجرام السماوية: الشكل الكروي يسمح بتوزيع متساو للحرارة والضغط داخل الجسم، وهذا يضمن استقراره. في النجوم، الشكل الكروي مهم جدا للحفاظ على التوازن الداخلي وللعمليات النووية التي تحدث في مركزها. في الكواكب، الشكل الكروي يساعد على وجود جو مستقر ومناخ مناسب للحياة زي الأرض. ملخص ونظرة مستقبلية: معظم الأجرام السماوية كروية بسبب الجاذبية والتوازن الهيدروستاتيكي. الدوران يؤثر قليلاً على الشكل، في بعض الحالات يؤدي إلى شكل مفلطح قليلاً. الأجسام الصغيرة ليست كروية بسبب ضعف الجاذبية مقارنة بالقوى الأخرى. العلماء ما زالوا يدرسون التفاصيل الدقيقة لتكوين الأجرام السماوية، وهناك الكثير من الاكتشافات في انتظارنا في المستقبل. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد في عالم الفضاء والفيزياء. شاركونا رأيكم في التعليقات. هل تعرفتوا على شيء جديد؟ وهل عندكم أسئلة حابين نجاوب عليها في فيديوهات جاية؟ هذا كان فيديو مفصل عن السبب العلمي
وراء كروية الأجسام في الفضاء. شكراً لمتابعتكم، وابقوا متابعين لمزيد من الفيديوهات العلمية الرائعة.